تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 26 يناير الجار من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض. وكان المشتبه فيهما قد اعترض سبيل سيدة وعرضاها للسرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، الأمر الذي تسبب في إصابتها بجروح بليغة بإحدى يديها، وذلك قبل أن يمكن التدخل الفوري لعناصر الشرطة من تحديد هويتيهما وتوقيفهما بعدم رورة وجيز من ارتكاب ذها الأفعال الإجرامية. وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز الهاتف المحمول المتحصل من هذه السرقة والدراجة النارية المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهما شكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية أخرى تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض. وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.